بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل عام وحضراتكم بخير، كل عام وحضراتكم طيبين، كل لحظة وكل سنة وحضراتكم في أفضل حال. محدش ينسى اللايك والاشتراك في قناتنا مصطفى مزرعة عشان يوصل لكم إشعار بكل فيديو جديد. الخطر في كل مكان، أشد خطر على الطيور الحشرات. أشد خطر على الطيور البرص. البرص ده أنا عملت فيديو فيه قبل كده، قلت اللي هو بينزل على قطيع الكتاكيت، مش كل الأنواع، مش البرص الصغير بيبقى في البلكونة، لا، التاني بيبقى شكله استغفر الله العظيم كبير ومنقط بنقط سودا وشكله يرعب. بينزل على الفرخ يهلكه، يشرب دمه. نخش في موضوعنا بعد الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم متابعين قناة مصطفى مزرعة، وبارك الله في كل من يشاهد هذا الفيديو، بارك الله في كل من شاهد هذا الفيديو، بارك الله في كل من يشاهد هذا الفيديو في هذه اللحظة وهذه الثانية في أي زمان وأي مكان. الزريقة أو الفاش، هي الزريقة أو الفاش. نعالج السبب قبل ما نعالج المشكلة، السبب اللي أدى إلى المرض. إيه أسباب الزريقة دي؟ ده مرض بيجي مع الحر الشديد، ما هي نوع من الحشرات، ما هي مرض برضه بتسبب مرض، بيجي مع الحر الشديد في مكان مش نظيف. المكان نفسه السقف مليان شقوق، بيت معروش قديم، كله يشيل العرش يا جماعة ويحط سيجان على أماكن التربية أنظف وأحسن. شقوق بين قوالب الطوب اللي مبني من سنة 75، اللي انت بتقول الله يرحمها كانت بتربي فيه، وانت تربي فيه ليه؟ نضفي بقى وجددي، ما تسيبوش يحويلك تعبين ويحويلك فيران ويحويلك براس. طب السبب قلنا عليه، ننقل الفراخ من المكان ده خالص، لانه ده وباء اتفش في المكان. ننقلهم لحد ما نعالج المكان. هنبدأ اللي احنا نجيب بودرة الفاش، مش هنرشها على الفراخ، لا، هتروحي لبتاع المبيدات اللي قاعد في محل مبيدات الزرع، تقولي له ايه عايزة بودرة فاش، والفراخ جالها زريقة. هو أدرى بالكلام ده لأنه دارسه عنده في كلية الزراعة. قلتله أنا عايزة بودرة للزريقة، هيديك ترشها في المكان، ترشها في الأماكن اللي المشكوك فيها. دي أول حاجة، نعالج المكان الأول. الفراخ هنجيب زيت طعام وندعك جسم الفرخ كله في الأماكن المكشوفة ديت، هي الأماكن المتغطية في الريش أقل الأماكن اللي بيصيبها البلدة، وممكن نلاقيه بين الريش في الجناح يمص الدم. هنجيب زيت طعام ونحطه على الأماكن دي، نجيب البودرة ونبدر جسم الفرخ كويس برضو. بس احنا هنجيب كل جسم الفرخ ونبدره؟ لا، ما انت لازم تشوف كل الفراخ اللي عند حضرتك اذا كانت انصابت بالبلدة ولا لا. ده كان موضوعنا الفيديو، يا رب تكونوا استفدتم منه ولو بمعلومة صغيرة. دمتم في امان الله ورعايته، محدش ينسانا من اللايك والتعليق والاشتراك. كل عام وحضراتكم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو مدته قصيرة، أشكر كل من كمل معنا الفيديو للآخر، بارك الله فيكم.